السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشا النشاوي للطرط والجاتوهات وللباع اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مرة ما تنسيش تعمل لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة او وصفة النهاردة، طبعا انا عاملة حداد بقالي النهاردة اسبوع ما نزلتش اي فيديوهات علشان اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين. يا ريت قبل ما كده بنبدأ الفيديو تعملي لايك عليه، وان شاء الله تسيبي تعليق، تسيبي دعوة حلوة كده في الكومنتات لاخواتنا وللاطفال وللبهدله اللي حاصله في فلسطين. بس إن طبعا في ناس كتير طلبت مني فيديوهات، فانا ان شاء الله ربنا كده استعيد بس قوتي تاني وارجع انزل لكم فيديوهات. فيديو النهارده يا جماعه طلب مني كتير، وهي ازاي تعملي كيكه بسبونش جاهز وتطلع معاكي يعني تطلع معاكي نتيجه مظبوطه، او هي التريكات لعمايل الكيكه، او انك تعملي سبونش جاهز ويطلع معاكي مظبوط. معايا النهارده كيكه مقاس 20، وكيكه كمان في الصينيه المستطيله، اصغر مقاس في الطقم المستطيل. تمام. معانا هنا طبعا جايبه 6 بيضات، ومعايا كيس فيه 400 جرام سبونج، وكيس تاني فيه 350 جرام. مبدئيا كده شغلت طبعا الفرن على درجه حراره 180 قبل ما نبدا في المقادير. كسرت هنا 3 بيضات وحطيت عليهم ذره الفانيليا، وحطيت نص معلقه محسن جل، ودي ميه زي ما انتم شايفين، ميه متلجه من الفريزر. اول تريك هنا يا جماعه في السبونش الجاهز او ان كان سبونش بيتي، ان تحطي ميه متلجه من الفريزر. حطيت هنا تلت كوبايه ميه ومعلقه، وحطيت عليهم 400 جرام سبونش جاهز بالفانيليا. اول تركه هنا في السبونج السليم المظبوط الصحيح، ان انتي تعملي تكون الميه متلجه من الفريزر. جبت اصغر صينيه في الطقم المستطيل وغلفتها كده بورق زبده، طبعا عشان تمسكي ورق الزبده في الجوانب. حطيت جزء كده من خليط الكيك، او ممكن تحط زبده مفيش مشكله. هنا انا ليه برفع هنا اللي برفع عليه الصينيه بورق زبده، ده علشان انا طبعا التركه اللي قلت لكم عليها كتير جدا. تاني تريكه ان انت بتغطي الكيك. تمام. لازم هنا الحاجه المهمه جدا، ان انت الخطا اللي كلكم بتقع فيه، ان انت لازم بتفصلي العجان في نص الضرب وتقلبيه تجيبيه من تحت لفوق. طبعا ده القوام، شايفين يا جماعه؟ شايفين القوام يعني زي الكريم شانتيه اهو، مش بيقع. ده القوام المظبوط. طبعا طريقه الضرب يا جماعه، اول دقيقتين على الاقل سرعه، وبعد كده بتعلي السرعه واحده واحده. اهم حاجه ان انت في نص الضرب لازم تقلبي الخليط. الضرب هنا مده لا تقل عن 5 دقايق ولا تزيد عن 7 دقايق. تمام. كده بالنسبه للعجان، لو انت بالمضرب الكهربي بتضربيها 10 دقايق. التركه المهمه هنا يا جماعه، ان انت لازم بتجيبي خله وتمشيها في الخليط الكيك بالشكل ده. انك تمشي الخله بالشكل ده بيخلي مسام الكيك ضيقه جدا. دي التركه التانية. يعني كده عملنا الميه المتلجه، وبعد كده قلبنا الخليط في نص الضرب. هنرجع نحط الخله، نمشي الخله بالشكل ده. التركه بقى التالتة او رابعه مانيش فاكره، هنحط تغطي وش الكيك بالشكل ده. طبعا دخلناها في الفرن سابق التسخين على حراره 180. ما تفتحيش الفرن قبل 35 دقيقة. طبعا اصلا انت ما ينفعش تختبريها قبل، يعني ما ينفعش تختبريها اصلا قبل 40 دقيقة. تمام. السوا عند 45 دقيقة بالظبط. هنرجع نعيد نفس الحكاية تاني، بس هنا المقادير هتكون بالظبط 350 جرام سبونج، عشان محتاجين كيكة الحلة مقاس 20. شايفين يا جماعة؟ ادي السبونج اهو، وحطيت المقادير. حطيت 3 كوبايات مية و3 بيضات ونص معلقة محسن جل وذرة الفانيليا. شايفين الخليط كان عامل ازاي في قلب العجان؟ هتشوفوا دلوقتي الخليط اتضاعف 3 اضعاف. لازم الخليط يكون اتضاعف 3 اضعاف. جبت ورقه زبده حطيتها في ارضيه الحله، وبعد كده جبت قطعه زبده من التلاجة غلفت بيها الجوانب. ده يخلي استحاله الكيك يا جماعه ان هو يجرى له اي حاجه معاكي، او ان هو لازم يطلع بكل سهوله ما يلزقش في الجوانب. هنا بقى انا تعمدت ان انا اسوي الكيكه دي يا جماعه على حراره 200، عشان اثبت لك واقول لك ان انت في ناس كتير يقولوا الكيكه اتحرقت وما استوتش. لا طبعا، شايفين الخليط اتضاعف ازاي ولونه بقى فاتح وهش زي الكريم شانتيه بالظبط. هنا انا قصدت ان انا احط الكيك ده على حراره 200. والله العظيم بامانه انا حطيته على حراره 200 عشان اثبت لك ان الكيكه حتى لو اخدت لون منك استحاله تطلع معجنه من جوه، طالما ان هي المقادير مظبوطه جدا. نفس الحكايه حطيت ميه متجه من الفريزر. شايفين قوام الخليط؟ قوامه جميل جدا. ده القوام المظبوط. هتشوف الكيكه وقت طلعت معايا عامله ازاي. انا قصدت ان انا اعمل واحده منهم على حراره 180، مع ان انا عارفه ان السوى الصح على 180، بس حبيت اثبت لك واعمل لك الحله دي على حراره 200، عشان اقول لك ان موضوع ارتفاع الحراره مش ده السبب ان الكيك يطلع معجن. لا، الكيك هيطلع مستوي برده، وهيطلع من جوه لونه فاتح وهش ومظبوط، وهتشوفوا دلوقتي.
طلعت الكيكه الاولى زي ما انتم شايفين، انا قصدت ما احطهمش مع بعض، انت ممكن تحطهم مع بعض، بس انا قصدت علشان اعمل كل واحده بحراره مختلفه ويبين لك. طبعا تمام بتسوي هنا كان 45 دقيقه، اختبرتها بالخله زي ما انتم شايفين. طبعا الكيك هنا يا جماعه غطيتها بفوطه مخصصه للكيك زي ما انتم شايفين. طبعا التورته الثانيه او الكيكه الثانيه تشوفيها عامله ازاي اهي، خدت لون من فوق من الجوانب. التورته دي الكيكه دي استوت على حراره 200، ومع ذلك هتلاقيها ما خدتش لون زياده قوي. الجوانب شايفين، انا بقول لك ان الحله يعني كيكه مخليه من الجوانب. الكيكه دي يا جماعه طلبت مني اوردر، ايوه طلبت مني اوردر، عشان في ناس كتير يقولوا لا احنا بتطلب مننا كيك ومش بنرضى ان احنا نطلع اوردر. ليه يا جماعه؟ كل الناس تسترزق، هي واحده كانت عايزه تجرب لبيتها او عايزه ان هي تطلع اوردر، مفيش مشكله طالما ربنا راضيني وان انا اخدت مكسبي خلاص مفيش اي مشكله. المهم ان انا هنا غطيت الكيك لتاني يوم، لما مجرد ما برد دخلته في التلاجة وغطيته بستريتش راب. شايفين انا الكيكه المستطيله لونها طالع عامل ازاي، والكيكه المدوره لونها طالع عامل ازاي، وانا اتعمدت ان انا اسويها على حراره 200 من اول ما دخلتها لحد اخر ما خرجتها. طبعا بسبب ان انا عليت الحراره فتحت من فوق كده او فرقعت من فوق كده. تمام، دي حاجه. شايفين يا جماعه اداء الكيكه، عملت المنشار رقم 8، ادي طرات الكيكه من جوه، الكيكه ما نشفتش مع ان عليت الحراره عليها، واخدت برده ال 45 دقيقه. دي تاني طبقه. الكيكه سميكه جدا، ما نشفتش ما هبطتش، كل الحكايه ان اخدت لون فقط لا غير. يعني متمعة 3 طبقات، الطبقات على رقم 8. الطبقه الاخيره هنا انا عملتها على يعني 7.5، يعني يعني ادخل من رقم 8 كمان، وشلت القبه بتاعتها. يعني ممكن تقدري لو انت حابه تطلعيها على 4 طبقات هتطلعيها على 4 طبقات. تمام، انا هنا نسيت ان انا اشيل اللي في ارضيه الكيكه. هتشوفها دلوقتي اللي في الكيكه المدوره. الكيكه المستطيله لازم هنا ان انت تشيلي ارضيه الكيك بالشكل ده. طبعا الكيكه طريه جدا، لو تتابعي فيديوهاتي او انا هسيب لك تشوفي فيديوهات في اخر الفيديو، هتلاقيني تشوف اي فيديو ليا تلاقيني مش بس الكيك طري جدا وهش ولونه فاتح زي ما انتم شايفين. المسام ضيقه جدا مفيش فيها اي حاجه خالص. لازم تشيل ارضيه الكيك زي ما انتم شايفين. انا كنت نسيت اشيل المدوره اهي، شلتها اهي. كل حكايه ان هي واخده لون مش اكتر من كده، بس الكيكه مستويه، الكيكه ما هبطتش. ده يعني انا يعني انت تسوي على 180، بس انا اتعمدت ان انا يعني ان انا يعني اوصل كيكه من عوامل الفشل وان هي تفشل، علشان ابنك ان انت لو الحراره معاكي قلت غصب عنك في الفرن، او انت ما فيش عندك تايمر للفرن، ده مش سبب ان الكيكه تهبط او كيكه تطلع معجنه، لا طبعا. عملت دي 3 طبقات ودي 3 طبقات زي ما قلت لكم. كانت واحده اتصلت عليا اخدت رقم من على الجروب بتاعي وقالت لي انا عايزه كيكه اتعلم فيها. لو عايزه تتعلم او عايزه ان هي تطلعها اوردر مفيش اي مشكله. في ناس يقولوا لا طب ليه، طب ما انا لما ادي لها يبقى انا مش هبيع، يبقى انا لا يا جماعه، كل استرزق، واللي عايزه تجرب تجرب، واللي عايزه تتعلم تتعلم، مفيش اي مشكله خالص. طالما ان انا ربنا راضيني وان انا خلاص كسبانه منها. انا جبت هنا بقى حبيت احطهم لها على بورد، جبت اللي هي الكيكه المقاس 20 حطيتها لها على بورد مقاسه 25، والكيكه اللي هي اصغر صينيه مستطيله حطيتها لها على بورد مقاسه 20 في 30. حطيت ورق زبده بالشكل ده وغلفتين بستريتش راب. حابه ان انت كمان لو هي طالبه ان انت تحطهم لها في كل واحده في علبه المقاس بتاعها، هنحط اللي هي المدوره في علبه مقاسها 20 في 20، واحط الثانيه في علبه مقاس 30 في 30. لو هي العامله طالبه منك ان هي كمان تحط لها في علبه، لو هي حابه تتعلم كده مثلا في كيكه وتطلعها اوردر او تعملها لبيتها او ان هي توديها هديه، مفيش اي مشكله يا جماعه، ما توقفوش اي حاجه. طبعا الفيديو ده انا عاملاه بقالي 10 ايام، بس الموضوع اللي حصل في اخواتنا فلسطين ما كانش نفسي صراحه ان انا انزل فيديوهات. ادعوا لي كده ان انا استعيد قوتي تاني وارجع انزل لكم فيديوهات تاني. طبعا يا جماعه اي حد عايز اي استفسار عن الوصفه او اي استفسار عن اي وصفه سيبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم. يا ريت تقولوا لي رايكم برضو في اي وصفه انا بنزلها في التعليقات، وتدعوا لي كده دعوه حلوه ان شاء الله في الكومنتات. والاخواننا في فلسطين كده. خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب مش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله لا تضيع عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.